تطلبني بيت الطاعة؟ طاب والله يا دوخي، ووكل ملكمش عندي وكل، ولا هتاكلوا ولا تشربوا، تروح تاكلوا عند امكم. والله تضحك ليش؟ لمنكم طلبان ببيت الطاعة مدوخاني وعاوزين تاكلوا، وفي الاخر تقول انا معمي. يا ولد والله ما عارف اعمل ايه فيكم، مدوخاني ما عارفش اعمل فيها. دي عاوزة نص مليون دي يا ابو، يجيبوا لها منين نص مليون؟ ايه حل يا فمك ديات؟ ايه الحل؟ انا اشوف لقمة عيش، انا ماليش دعوة بعيال. مالك دعوة بايه؟ انا اللي دعوة بلقمة عيش. ولقمة عيش وانت مع عمك ولا مع ابوك؟ ما تريحني، انا عارف لكش مله والله. طب ايه الحل فيها؟ ده جاني جواب النهارده من المحكمة، طلبان ببيت الطاعة. هي العمدة بيومي، العمدة بيومي مرته تطلبه في بيت الطاعة. لا حول الله يا رب. في الاخر العمدة بيومي يجرجر في المحاكم، ويجي ظابط يقول له كاني ويجي ماني. العمدة بيومي جلالة قدره. لا اله الا الله. ايه الحل في امك يا ما تريحني؟ تقول لي كلمة اموتها واخلص منها. طيب يقولوا موتها تحبس فيها. طيب قول لها اعمل ايه؟ ما تنطق انا اللي دعوة بعيال. ما تنطق. انا اللي دعوة بعيال حريم. ده امك امك اعمل ايه فيه؟ رجالة ماشي حريم. لا لو عاوزه تاخد الشقه وعاوزه تاخد النيش، ده الا النيش عندي دي. الا النيش. ليه والنيش ليه؟ ده النيش فيه كباب وصحونك ده. الكباب وصحونك ده طلع والله العظيم. تاخدهم. ده انا كل يوم ابص في النيش ده في كبابي اللي ورديه حمراء واللي ورديه صفراء واللي ورديه خضراء. تاخد الكباب اللي معبص فيهم كل صبحاني. وبعدين طب عاوز تاخد التلفزيون اللي بلازمه. التلفزيون بلازمه عاوز تاخده. لا اله الا الله. ولا الغساله الفول اوتوماتيك.